بحس كل الناس بتتكلم عن الحته اللي هما فيها النهارده، مفيش حد بيتكلم هو ازاي قدر يوصل لده، مفيش حد بيتكلم عن الحته اللي هو جاي منها. وفي اخر اليوم بنلاقي ناس كتير قوي مشوهه من حيث التفكير، فاكرين ان انت تبني حاجه كبيره الموضوع سهل، بيكونوا بيدوروا على اسهل طريق ممكن علشان يقدر يوصلهم لموقع معين او لمكان معين هما شايفين شخص معين فيه النهارده. وفي الحاله بتاعتي كل حاجه عندي النهارده ما كانتش بالسهل، كل حاجه عندي النهارده كانت بحلم معين جوه اوضه بسبوره عمال ارسم عليها احلامي زي ما هوريكم النهارده. والفيديو ده انا بعمله علشان اقول لك ان انت بس بحلمك من غير اي راس مال، من غير ما يكون في حد حواليك بيساعدك، من غير وسايط، من غير اي حاجه، تقدر توصل لحاجه كبيره. اهم حاجه يبقى انت بجد بتحلم، تبقى مؤمن بنفسك، ويبقى عندك يقين بربنا. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. شكرا. In other words, كده يعتبر أمنا مخزون اليوم hold my بقى عندنا ان شاء الله. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, sing forever. الأزمة بالنسبة لي مشاعر البيت، مشاعر الدفى، وبحس كل ما ببعد كل ما النجاح بتاعي بيزيد اكتر، وكل ما البيزنس بتاعي بيكبر اكتر بحس ان انا محتاج ارجع هنا، عشان طبعا الى جانب ابويا وامي اللي هم فوق راسي وربنا يا رب يخليهم لي، بس بحس ان انا عايز ارجع علشان احس بمعنى البيت، عشان احس بمعنى الدفى وبمعنى ان الحياه بس مش بيزنس. تقول ايه؟ ده السؤال ده بتسألوه لي كل مرة باجي. هاي جايز، ويلكم تو بلاس. ازيك يا شيخ؟ ايه الأخبار؟ عامل ايه يا حبيبي؟ البركة يا غالي. كله حلو؟ ازيك؟ على البركة. عامل ايه؟ ايه الأخبار؟ السواق. ماني فيرست لاف ليتر. الجو برد موت. انت اللي بتتحرك كده. هي اللي بتتحرك والله. تصدق؟ واه 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 واه. يعني هو عامل لما الكاميرا بتيجي عليك وانت قاعد في فرح. ما هو بياكل. انت كده 12. انا كده ايوه العكس. 11. سؤال عليا. هابي بيرثداي تو يو. وانت وقت كده معاك 21 سنة. بحس ان كل ما بتكبروا بحس ان ظهري بيتصلب. بقعد كده بفرد ظهري كده ولا انت كده انت بطل الفيديو دلوقتي. يا حبيبي. يلا حاج عم جيد وريني. I apologize, often womanized. Took for my child to be born, see through a woman's eyes. Took for these natural twins to believe in miracles. Took me too long for this song, I don't deserve you. I harassed you out in Paris. Please come back to Rome, you make it home. We talked for hours when you were on tour. Please pick up the phone, pick up the phone. I said don't embarrass me instead of be mine. That was انا لقيت الشباب عاوز يلا. انت الشباب. انا اللي لقيت الشباب ده. You mature faster than me, I wasn't ready, so I apologize. I seen the innocence, leave your eyes, I still mourn this death. And I apologize for all the stillborns, cause I wasn't present, your body wouldn't accept it. I apologize to all the women whom I toyed with your emotion, cause I was emotionless. And مغامراتنا مع علي البطاطس. انت سيح لي يا ابني. ده انا هفضحك عن طبعا احنا مش بنعمل ده عشان امي تربنا بالشبشب. من جيم الاكل بطاطس الاقي بطاطس. ننزل من قلي بطاطس. هي دي الصح. ده الراجل لما بيتجوز بيبقى خايف من مراته. دي اخرتها. هي دي اخرتها. دي نصيحه اللي بعد ما اتجوزش. بس عدينا. الله اكبر. هو ده بسم الله هو ما ده. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ طباخ. هو حط حاجه ولا متهيألي؟ انت بصل كمان. انا دلوقتي في الاوضه اللي كانت بتاعتي قبل ما تبقى بتاعت معاذ اخويا، ربنا يخليه ليا. انا كنت بقعد اشتغل هنا، والناس اللي تعرفني من زمان وكانت بتشوف الفيديوز بتاعتي زمان هتبقى لاقيه الاجواء دي في الفيديوز القديمه خالص. كنت
كنت بقعد اشتغل هنا، كان نفس المكان ده. ودي لوحة او ديزاين كان عامله عبد الله سمير، كان كاتب عليه احلام كتير وقت قليل، كنت شاريه منه او تقريبا كان عاطيهولي هدية. وهنا كل الكتب اللي انا كنت شاريها وكنت بقعد اقراها وانا صغير، كل دي كتب كنت بذاكر منها. وروايات برضو. يعني بكل بساطة كل حاجة بدأت من الأوضة دي. حتى الطبعة دي كنت بقعد أطلع بيها الأوردرات، وكنت أنا ومعاذ كل شوية نقعد نصلح فيها ونوديها لمكان يظبطها عشان ما كانتش مظبوطة. كانت قصة كبيرة قوي. دلوقتي معاذ عمل البيزنس بتاعه، ودي الطبعة الجديدة بتاعت معاذ، ما شاء الله عامل شغل مش طبيعي يعني. فمعاذ ما شاء الله قدر يكبر البيزنس بتاعه برضه، واحنا تقريبا اجيال بتسلم اجيال. فانا بقول له ان انا فخور بيه قوي. زي ما انا طلعت من الاوضه دي بحاجه كبيره، انا متاكد ان هو ان شاء الله كمان 3 سنين هيطلع من الاوضه دي بحاجه اكبر واكبر بكتير قوي من اللي انا عملته. انا النهارده لو هبدأ كل حاجة من جديد، ولو هبني كل حاجة من جديد، ولو انا هقول لك ازاي تقدر تبني كل حاجة بنفس الشكل اللي انا قدرت ابني بيه، واللي انا متأكد الحمد لله ان هو شكل كويس جدا، وان انا قدرت اوصل لحاجات كويسة قوي في حياتي الحمد لله على مدار الثلاث 4 سنين اللي فاتوا. هقول لك اول حاجة انت محتاج تشتغل عليها، بعد طبعا ايمانك بقوة ربنا وايمانك ان ربنا هيدي لك الاحسن، هي العقلية بتاعتك بجد 100%. ايه اللي بيدخل جوه عقلك؟ واعتقد ده واحد من اول الدروس اللي انا اتعلمتها. من اول الدروس اللي اتعلمتها ان انا فهمت ان عقلك ده هو المحرك الاساسي، وفهمت ان الناس القوية او الناس الجامدة او الناس الشاطرة في حياتها مفيش حد فيهم شاطر في حياته وواصل للنجاح اللي انت شايفه هو من جوه مهزوز، هو من جوه حاسس ان هو مش شاطر، او هو من جوه حاسس ان هو شاكك في قدراته. مفيش حد كده، والناس دي دايما بتلاقي عندها عقلية نجاح مش طبيعية. وانا الاول خلي بالكوا كنت بستهتر بالكلمة دي، كنت بستهتر بمعنى كلمة عقلية نجاح، وكنت بحس ان ده وهم، وكنت بحس ان ده ضحك على العقول. بس بالوقت ولما الحياة حطتني في تحديات كنت انا محتاج فيها عقليتي، وكنت محتاج فيها ان انا اكون بفكر الامور بشكل ايجابي، فهمت قد ايه ان عقليتك دي هي السلاح بتاعك الاولي. واعتقد من افضل الكتب اللي انا قرأتها في حياتي كان الكتاب ده بتاع اسرار عقل المليونير. وصدقوني انا الكتب دي كنت بتكسف اقول للناس اللي انا بقراها، وكنت بتكسف وانا داخل المكتبه وانا بشتريها، علشان كنت ببقى عارف الناس ممكن ازاي تتريق عليا، والناس ممكن ازاي شايفه ان الواد الموهوم ان هو عايز يبقى غني، او ان هو عايز يبقى معاه حاجه، او ان هو عايز يبني حاجه. كنت ببقى مكسوف. بس انا هنا بعد 3 4 سنين بقول لكم بعد توفيق ربنا الكتب دي هي اللي عملتني. الكتاب ده كان تاني كتاب اقراه. قرأت قبله الكتاب بتاع ريتش داد بور داد، الأب الغني والأب الفقير، وبعدها قرأت الكتاب ده بتاع نابليون هيل. الكتب دي كلها فرقت معايا بشكل مش طبيعي إن أنا أقدر أبص على الأمور بزاوية تانية. الحاجة التانية، بعد ما تشتغل على التعليم بتاعك، بعد ما تشتغل على المنتاليتي بتاعتك، تبدأ تشتغل على الإديوكيشن، تبدأ تشتغل على التعليم، تبدأ تشتغل على المهارة اللي أنت لما هتتعلمها هتقدر تدخل منها دخل. والمهارة دي ممكن تبقى حاجات كتير قوي، ممكن تبقى إن أنت بتبيع منتج معين زي ما أنا عملت في وقت من الأوقات وأنا شغال على بلايت وستيل بعمل ده، او ممكن عن طريق ان انت بتبيع سيرفيس معينه زي ما انا برضه بعمل في وقت من الاوقات دلوقتي ان انا ببيع الاديوكيشنال سيرفيس بتاعتي. ممكن عن طريق ان انت بتبيع كونسلتنسي لحد معين، ممكن عن طريق ان انت بتقدم خدمه لشخص معين زي الشباب اللي بتعمل ميديا باينج، زي الشباب اللي بتعمل ويب ديزاين، زي الشباب اللي بتعمل يو اي يو اكس. ممكن عن طريق ان انت شغال مهندس وشاطر جدا في شغلانتك، ممكن عن طريق ان انت شغال مبرمج وشاطر جدا في شغلانتك. فالسؤال هنا ازاي تقدر تتعلم التعليم الصح اللي يساعدك تقدر تبيع الخدمه دي او تبيع المنتج ده للناس اللي محتاجاها، ويبقى في عدد كبير قوي من الناس محتاج الحاجه دي. بجد يا جماعه دي ابسط فورمولا موجوده. تاني، انت محتاج تتعلم حاجه او انت محتاج تفهم حاجه تقدر تنفذ منها مشروع، المشروع ده تقدر تخدم بيه اكبر عدد من الناس اللي محتاجين الخدمه اللي من المشروع ده او المنتج اللي من المشروع ده. الموضوع بسيط جدا. في بلايت انا عملت ايه؟ عملت هدوم حلوه لناس مهتمه انها تلبس الهدوم دي او الشكل ده من الديزاينز. في اكاديمي اوف سيجما انا عملت ايه؟ عملت educational content لناس مهتمه انها تتعلم ازاي تقدر تبني النوع ده من البيزنسز فقط لا غير. ده اللي انا عملته، وده اللي انا بعمله طول الوقت، وده اللي انا هفضل اعمله مع اي مشروع انا ببنيه. انا بس بفكر في منتج او خدمه في ناس محتاجاها، انت محتاج تعمل ده.
وبعد ما تعمل ده محتاج تدخل على الخطوه الثالثه الا وهي MVP Minimal Viable Product. ابسط نسخه تقدر تعملها من المشروع ده. انا اول ما بدات بلاي في نفس المكان ده، انا ما بداتش في القاهره، ما بداتش في المكان اللي انتوا شايفيني منه، ما بداتش بالامكانيات اللي عندي دلوقتي. انا اول ما بدات بلاي انا كنت بادئ بنظارات شمس، والناس اللي بتدخل على الاكونت زمان كانت عارفه ده. كنت الاول بادئ بنظارات شمس عشان الحاجات دي اوريدي متصنعه، اوريدي موجوده، فكنت باخدها من عند تجار جمله وازود عليها ماركه ب 100 جنيه 150 جنيه كنت ببيعها. ابسط شكل موجود كنت بشتغل بيه. واحده واحده بدا راس المال يكبر، واحده واحده بقى عندي بروف اوف كونسبت، بقى في جمهور موجود مهتمين في النوع ده من الستايل. بدات واحده واحده اروح لمصنع اصنع هدوم، بقى اعمل اول 10 قطع على هودي جاهز من عند المصنع، اطبع عليه DTF. واحده واحده ابدا الاقي ان المنتج ده نجح، واحده واحده ابدا اسكيل منه اكبر. وده يجيبنا للخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده ان انت تتقبل الهزيمه. مفيش بطل مش بيتضرب، ودي جمله ابويا طول الوقت كان بيقولها لي ولسه لحد دلوقتي بيقولها لي. عمرك ما هتبقى بطل من غير ما تتضرب. هو انت هتفضل تضرب طول الوقت وخلاص؟ هو انت هتفضل تكسب طول الوقت وخلاص؟ مفيش حاجه اسمها كده. وهنا لازم تبقى فاهم ان انت هيجي عليك وقت وهيجي عليك مرحله انت هتتهزم فيها، او هتبدا تحس ببوادر ان الحاجه اللي انت بتعملها دي انت مش شاطر كفايه فيها، ان النموذج الاولي اللي انت عملته وجاب معاك نتائج ده مش نموذج كامل. فايه ده في منافس تاني بدا يعمل نفس الحاجه، او ايه ده المصنع اخر على تصنيع وانا حاطط فيه فلوس كتير، ايه ده البيزنس ده طلع محتاج مني مذاكره اكتر من كده بكتير، او ايه ده انا الشخص اللي شغال معايا في التيم من ورا ظهري راح اتعامل مع نفس المورد وراح عمل بيزنس زي اللي انا شغال عليه. كل دي حاجات طبيعيه، ودي كلها حاجات من الرحله اللي انت شغال فيها. فلازم تبقى فاهم بقى ان شئت ام ابيت هيجي وقت انت هتتضرب فيه، هيجي وقت والدنيا حواليك هتكون بتنهار. لازم تبقى فاهم. وده يرجعني لاول نقطه، ان ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل من ربنا علشان يكبرك اكتر، علشان يأهلك وعلشان يعلمك اكتر وعلشان يزيدك حكمه. وانت مش هتكون بتفكر بالتفكير ده الا لو انت من اول يوم مهيئ عقلك لده، مهيئ عقلك ان انت هتفكر بشكل ايجابي، وان انت شايف كل حاجه حواليك فرص مش معوقات، وان انت داخل تكبر. تقوي المنتاليتي بتاعتك، تتعلم مهاره معينه، تشتغل MVP، تقدر قيمه الوقوع. لما تكبر، لما تقدر تعمل فلوس اكتر، اوعى تفتكر نفسك حاجه، اوعى تفتكر نفسك ان انت بقيت جامد، واوعى تعيش الدور ده على الناس اللي حواليك. لازم تبقى فاهم ان كل اللي احنا فيه ده بكرم ربنا علينا. وهديلك حاجه بسيطه وعبيطه قوي، انا طول الوقت بقعد افكر نفسي بيها. كل اللي احنا فيه ده بسبب سلك نت متوصل، وسلك النت ده لو قطع احنا خسرنا كل حاجه. انا خسرت الشهره اللي انا فيها النهارده، انا خسرت الاسم اللي انا عملته. فما تفتكرش ان انت جامد، وما تفتكرش ان انت قوي، وما تفتكرش ان انت افشخ واحد موجود، لان انت حتى لو قدام نفسك كده ربنا ممكن في لحظه يخسرك كل ده. فلازم تبقى انت فاهم الحته بتاعت انا لسه بتعلم، وانا لسه عندي صوت كبير قوي اخده، وانا مستعد ان انا اتعلم اكتر، وانا مش احسن من حد. اللي انا بحاول اعمله، واللي انا بحاول ابقى احسن نسخه من نفسي، اللي انا بحاول اعمله ان انا اطور نفسي اكتر، وببص لنفسي في المرايه بقول لنفسي عمر لسه احسن، وعمر انت النهارده لازم تبقى احسن من عمر بتاع امبارح. انت مالكش الحق ان انت تتجعلص على اي حد، او تبقى فاكر نفسك فاهم، لان السوق بيتغير بسرعه، وانت بس هنا بتتعلم. انت بس هنا بتحاول تعيش ال 70-80 سنه بتوعك باحسن شكل ممكن، ومش بشكل جشع. انت بتحاول تفتح فرص ليك وللناس اللي حواليك، وبناء على كده انت ربنا هيفضل يكرمك اكتر واكتر واكتر بكتير، لان انت بجد من جواك نظيف. بكل بساطه السبوره دي انا كنت كاتب عليها كل احلامي. مثلا احلامي كمان 10 سنين اكون جبت عربيه لنفسي، اكون بقيت ساكن لوحدي خلاص، انقل يعني في مكان لوحدي، ويكون معايا فلوس اعتمد على نفسي، واظن كده كفايه. اكون اجيب له عايز اجيب له قطه اخويا. تقفل الجراج ورايا صح؟ طب انت شايفني هبقى فين كمان 10 سنين؟ شايفك توصل عالميه. يعني ايه؟ هتوصل براندك اول حاجه، هيبقى توصل عالميه، هيبقى في كل مكان، وان شاء الله تبقى تعامل مع ناس مشاهير، وتكون من انجح الناس في مصر. انا وانت ان شاء الله. انا وانت باذن الله ان شاء الله. ومعاذ برضه معانا. معاذ معاذ هيبقى دكتور عالمي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بس حاجه سلامتك. سلام. Ay, can't get lost with sheep, but we'll get spun and not by me off. After all, can't ball on my own, I'm my brother's keeper. Take a bit longer to drop to sit on the top, not stopping it either. The hard to paint, the softer the canvas, stay when I'm on like Lisa. The vision, additional mission is critical, but enough we see for. Bring it together, pulling the lever, now follow the leader. One day they'll say they don't need us, والله العظيم انا كمان بعمل فيديوهات.
It's nothing to either. Look to team like where can I lead us? Like what is the reason? We do what we do for the achievement. Because it's the season. Do I grab it or leave it? They didn't teach us. They came with a puzzle and tore it apart and gave us the pieces. Put it together with an adhesive. And now we're stuck in our ways. There's always sign of change. Indicate for a couple of lanes. Lost ourselves and we got in the case. Investigating what others say, can't entertain it. You are not signed to play with. Won't catch me chasing throughout a maze for anything short of amazing. Can't chat to me about basics. I hold the keys on what's latest. I practice preaching occasion. طيب خلونا نخلي الموضوع حقيقي. انا لسه راجع من عند اهلي، وعلى العكس اول اسبوع في حياتي جيت في القاهرة كنت فاكر ان القاهرة والتجمع والعيشة اللي انا ببنيها لنفسي هي دي العيشة المريحة بالنسبة لي. انا كنت فاكر كده اول مرة جيت، كنت فاكر كده اول مرة شفت الاضواء وشفت العربيات وشفت الشغل بتاعي ممكن يوصلني لفين. بس الوقت دي رابع سنة تقريبا او ثالث سنة، وصدقوني اول اسبوع ليا كنت بفكر بشكل غلط. الوقت المكان الاريح بالنسبة لي، المكان الاهدى بالنسبة لي هي بالقاس، هو وسط ابويا وامي، هو وسط اخواتي. وده زي ما ليه جانب في جزئية الحنين والطمأنينة لذكريات كانت عندي والمكان انا برتاح فيه بجد، بس برضو هو ليه طابع في طريقة تفكير الناس. وانا بقول لكم ده علشان انتوا محتاجين تبصوا في الاماكن اللي انتوا جايين منها، ومحتاجين طول الوقت ترجعوا ليها، ومحتاجين طول الوقت تفتكروا القيم والمبادئ اللي انتوا اتعلمتوها هناك. وده درس انا اتعلمته من بالقاس، وتعلمته من جو بالقاس، وتعلمته من الناس اللي جوه بالقاس، وتعلمته من الطبيعة بتاعت البلد، ان الفلوس مش دايما هي اهم حاجة. لان المحرك الاساسي للناس هناك مش جزئية مين معاه كام ومين سايق عربية ايه. المحرك الاساسي هي جزئية احنا النهاردة مبسوطين، احنا النهاردة كافين خيرنا شرنا، احنا النهاردة عشنا اليوم بشكل كويس وضحكنا واتبسطنا وقضينا وقت حلو سوا، فاحنا كده تمام. ما اعتقدش ان من وقت ما اتولدت لحد النهارده وانا راجع شفت حد بيحاول يترسم على التاني هناك بعربيه معاه، او بلايف ستايل هو عايشه، او بفيلا في كومباوند عنده، او في اوتيل هو قاعد فيه امبارح. ما اظنش انا شفت كده. فانا لو هاخد بجد القيم والمبادئ دي واسلوب الحياه ده واحطه في الحياه بتاعتنا هنا في القاهره الجديده في ايجيبت، اعتقد الحياه هيبقى ليها طابع مختلف قوي. انا ممتن قوي ان انا هنا وهنا، ممتن قوي ان انا من الحتتين، وممتن قوي ان انا قادر اعيش حياتي بشكلين مختلفين. الحياه هتبقى عامله ازاي في الشابتر الجاي بتاعي ما عنديش اي فكره، بس الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها ان انا مستمتع بكوني من بالقاس، وممتن لكوني من بالقاس، والحمد لله ممتن للشخص اللي انا عليه النهارده. محتاجه ترتيبات فشخ. الأوضة دي داخل الشباك ماشي الأول، بعدين داخل البضاعة واحدة واحدة. يعني ننضف الدنيا يعني هو هيبدا يفرز فيها النهارده صح؟ بعد ما أصبح داخل البضاعة أطلع بالشباك بالبضاعة مع بعض. ماشي. بفضي مكان، أقوم جايب حاجات حلو. وأقوم مفضي البضاعة فيها هكذا. ان هو مقفلهم قوي بصراحه. Ill man, there must be more to this. Looks like it's a quick and easy one. I know how to get look. She plans to beat me one bread up on the net about. Didn't do much. She's hard to care for, but always worth the huge fuss. Whatever the case, see if I can hack it. All I ever wanted was some bonsai magic. Whatever the case, see if I can hack it. All I ever wanted was some bonsai magic. Whatever the case, see if I can hack it. All I ever wanted was some bonsai magic. انا بصراحه متفائل بيها قوي. وده برضو ده نفس القصه، ده حلو قوي. نفس القصه. أيوة. هو نفس الحاجه يا ابني. وبعدين اصلا بيبقى لبسه على كل حاجه. عارف انت الاحساس ان هو أيوة، خلاص هو يعني هو ده ده لبس على كل حاجه. بالظبط. هو معلوش بقى يعني. قعدت افكر طب احط لوجو، طب اطرز، طب مش عارف. لا بس كده ملهاش اي لازمه. شلت برضو اللوجو، خلي بالك من على الست. ما انا خدت بالي. شلت اللوجو خالص. هنحط النهارده مع مصطفى. ماشي. انا هيسهر بقى معانا ويفرز الدنيا كلها. نروح نجيب الحاجه بتاعتك دلوقتي ولا ايه؟ انت دارتك الساعه كام؟ 4:30. يلا يا دوبك نلحق نطلع. انت طالع على الرياض صح؟ اوبر. ده ليها مطار؟ مطار الملك فهد. ده مطار الدمام ده. بص يا سيجما، انت الهاسلز اللي بتاخدها ايه؟ ان انت دايما بتبقى عندك اكتر من منصه، اكتر من حاجه، صح؟
فانت بتبدا ان انت تفولو اب مثلا مع بوسطه لوحده، وتفولو اب مع فنديرا لوحده، وتفولو اب مع بي موب لوحدهم. تمام، هي كلها بقت في مكان واحد. يعني انت مثلا عايز تعمل شيبنج من جوه فنديرا مره واحده، وتبقى الداشبورد بالاناليتكس بتاعتها كلها واحده. عندك في بي دوت هي بي موب، وخلي بالك بقى كل الحاجات بس عندي سؤال، هو مثلا في بي دي هي انتجريتد مع بيموب؟ مظبوط. طيب السؤال هنا بقى، انا لازم اكون مسجل مع بيموب لا. كابلايت؟ انت بتسجل في فنديرا بس، والفلوس بتيجي على فونديرا وبتحول من فونديرا عليا؟ بتحول من بي موب على فنديرا، وبيديها لك من فنديرا ليك. عندي سؤال بقى هنا، اه انتوا ازاي مظبطين الحته دي كفانل يا اسطى، او فكك من الفانل؟ متظبطه كفنتك. هي بقى متظبطه. اخو سنو اللي ظابطها، اللي هو السي تي او ده. جربتوها ولا لا؟ شغاله، الناس شغاله بيها اصلا. الناس اصلا مع ان في بي دي بتاخد منك 4%، بس الناس مفضلينها اكتر من مع انه عنده ان هو ممكن يعمل انتجريت مع بي موب او انتجريت مع كذا وانتجريت مع بس هي ميزتها ايه بقى؟ الاناليتكس وسرعه الكاش اوت. الاوردر وصل خلاص، جالي فلوسه معايا. الاوردر ما دام وصل خلاص وصل، مش محتاج بقى ان انا لسه اقعد استنى ولا بتاع. عايز اقول لكم ان شاء الله يعني يوم من الايام وقريب قوي ان شاء الله. خلي بالكم انا بحس ان انا الحاجات دي بالنسبه لي صدف ربنا مخططها لي. يعني ان انا لما اكون ماشي واشوف عربيه احلامي او عربيه من العربيات اللي انا نفسي فيها، بجد ببقى عارف ان انا ربنا بيوريني ده علشان كمان سنه 2 دي هتبقى معايا. هو بس دلوقتي بيفكرني ان انت ركز في شغلك، خلي عندك استمراريه اكتر، علشان الحاجه اللي انت كنت بتحلم بيها وانت صغير، او العربيه اللي كانت عاجباك وكنت حاطط صورتها وول بيبر على الموبايل او ايا يكن، هي قدامك اهي. انت بس محتاج تركز اكتر في الحاجه اللي انت بتعملها. فدي رساله لاي حد، لو انت بتشوف الحاجات اللي انت بتحلم بيها قدام عينك، خليك بجد متاكد من جواك ان انت ربنا بيوري لك الحاجات دي عن قصد، علشان يعرفك قد ايه ان انت بقيت قريب لحلمك. ايه رايك في ايه؟ في الوجبه؟ The pizza was really good and Omar got ragu and it was also really good. الحمد لله اخواتي. طيب دلوقتي الساعة 1:03، يعتبر خلصت الشغل اللي عندي النهاردة. نهينا اليوم بإيديت للفيديو ده، وطبعا نزلته على انستجرام. طبعا لسه منزله على انستجرام، وعملت ده بعد الفيديو ده ما راح فايرل، حوالي يعني يعتبر 500,000 مشاهدة. فانا بحاول على انستجرام وتيك توك الايام دي اكتر افهم ازاي الفيديوز تتعمل بشكل احسن او بفورمولا صح. فبحاول اغير الاستراكشر نفسه بتاع الفيديو والعب اكتر في الاديت. فانا مبسوط قوي ان الفيديو اللي قبل ده كان اول فيديو اشتغل عليه، وما شاء الله يطير بالشكل ده. بس انا كده خلاص بقيت مشهور يعني، فما عايز حد يتكلم معايا بقى. لو حد فيكم عايز يبعت لي حاجه او كده هدايا يعني يبعتها على الخاص. مفيش كلام من ده، ما باخدش هدايا، بهزر معاكم. عايز اقول ان انا الايام دي الفتره دي بالتحديد انا بحاول ابني فيها بشكل انترناشنال اكتر. بحاول ابني فيها بشكل يخليني قادر اسكيل برا مصر، ما كنتش بس شغال جوا مصر. فعلشان كده ده السبب من حتة اللي انا عايز انتشر بقوة. عايز اجرب ابني بيزنس برا، عايز اجرب اشتغل في السعودية، عايز اجرب اشتغل في الامارات. بالنسبة لي في 2026 الحتتين دول هما الجول بتاعي، وشايف ان الكونتنت يعتبر من اكبر الاجزاء اللي ممكن توديني هناك، ممكن تخليني اعمل كونكشنز هناك قوية. ان شاء الله نكون بندوكيمنت واحنا بنعمل حاجة زي دي، وتبقوا انتوا شهداء على الرحلة دي، وانا كمان برضه ابقى شاهد على الرحلة بتاعتكم.
وتكونوا بتبعتوا لي اول باول الحاجات اللي انتوا بتعملوها، علشان انا هدفي من كل ده ان انا اعمل كوميونيتي كبير حواليا من شباب زيي، ناس عندهم نفس الحلم، ناس عندهم نفس الفيجن، ونكون بنبني سوا، نكون بنشارك بعض، نكون بنكبر سوا، كل واحد فينا يكون بيساعد التاني، علشان نحس ان البلد بجد بتتطور، ونحس ان احنا بنعمل حاجة كبيرة. بس لو انتوا فضلتوا في الفيديو لحد هنا شكرا ليكوا، يعني انتوا كده بالنسبة لي الكلوز سيركل بتاعتي. وبإذن الله اشوفكم في فيديو تاني، وشكرا تاني.